سيداتي سادتي، أنتم معنا في موضوع جديد. هذه المرة يتعلق بدخول السيد فوزي قزع غمار الحياة السياسية تحت مظلة حزب الأصالة والمعاصرة. هنا هذا المعطى واضح وضوح الشمس في يوم جميل، لكن السؤال المطروح يبقى وهذا: ما هي آثار دخول السيد فوزي القزع غمار الانتخابات المقبلة؟ أولا، فوزي القزع هو مهندس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وصانع إنجازاتها وإحقاقاتها رغم المشككين الكثر، فيبقى منطق الأرقام أحسن إعجاز يخرس الألسنة عن الكلام، وكما يقول عبد الحليم: في عز الكلام سكت الكلام. ثانيا، هل يمكن اعتبار دخول السيد فوزي القزع لغمار المنافسة السياسية وداخل حزب الأصالة والمعاصرة إنزالا سياسيا بالمعنى الباراشوتيزمي، أم أنه حدث عابر لا يثير كل هذا النقع وهذه البوليميكات؟ ثالثا، هل دخول السياسة من هذا المنظور لسيد القزع هي داخل التركيبة الثنائية، أم أنه مجرد عضو شرف أو دخول سياسي شكلي ليس إلا؟ ولماذا اختيار مظلة هذا الحزب بالذات؟ هناك عدة إكراهات وعدة سيناريوهات، ولا شك أن دخول السيد القزع للانتخابات سيميط اللثام عن جملة من الكواليس وكذلك الأسرار والأغوار التي لحد الآن هي في رحم الغيب. وكما يقول المثل، هو مثل غريب ونوعا ما في هذه النازلة: إن غدا لناظره لقريب.